عندك صدر فرخة واحد بس ومحتارة تعملي بيه ايه؟ تعالي نعمل مع بعض الطاجن العظمة ده. طاجن مكرونة بالبشاميل بس جوسي وغرقان في الصوص. انا عندي صدر فرخة واحدة، خليته من العظم وهقطعه شرايح رفيعة زي ما انتي هتشوفي دلوقتي. بصوا انا مقطعاه شرايح زي شرايح الشاورما بالظبط، بالسمك كده. تمام. انا محضرة حلة على النار، حاطة فيها مية بتغلي وفيها الملح، وحطيت عليها نص كيلو من المكرونة وهسيبها تتسلق. انا مش حاطه زيت ولا اي حاجه عشان المكرونه تشرب من صوص البشاميل كويس وما يتزحلقش الصوص. هسيب المكرونه تتسلق بس مش هكمل سواها للاخر عشان انا عايزه يكون فيها عضه عشان تكمل بقيه تسويتها في البشاميل. هطلعها بعد ما تتسلق وهغسلها واسيبها على جنب. هجيب بقى طاسه احط فيها معلقه من الزيت وهنزل فيها، بس اهم حاجه اسخن الطاسه دي كويس. انزل فيها بقى بالفراخ وهحاول افردهم في الطاسه عشان انا مش عايزاهم ينزلوا العصاره اللي فيها جوس اللي فيها عشان الفراخ ما تنشفش مني. هسيبها لحد ما تاخد تحميره من تحت وهبتدي كده اقلب، عشان انتي لو ابتديتي تقلبي من الاول هتبتدي تنزل الميه اللي فيها والفراخ هتنشف منك. هشوح فيها بقى لحد ما تاخد اللون اللي انتي شايفاه ده، لون جميل كده. هنزل عليها ببصلايه متوسطه انا مقطعاها جوليان شرايح رفيعه، وهبتدي ادبل البصله حاجه خفيفه. وانا كان عندي هنا عودين كرفس فقطعتهم وحطيتهم. عندك حطي، ما عندكيش مفيش اي مشاكل، مش هيوقفوا الدنيا. وهبتدي اشوح فيها شويه. وبعد كده انا عندي فلفل الوان مقطعاه وحطاه، عندك فلفل رومي حطي، فلفل حراق حطي، اي حاجه مش هتقول لا. انا هبتدي اشوح فيها بس مش هقسى على الخضار قوي عشان انا مش عايزاه يطرى. هنزل بقى الفلفل الاسود والملح بتاعي، وهبتدي احط رشه من الزعتر. انا بجيب زعتر فريش وبنشفه، بيدي طعم وتست حلو قوي للاكل. وهبتدي احط معلقه صغيره من بابريكا ومعلقه صغيره من الثوم، وهشوح الكلام ده كله مع بعضه. عايزه اقولك الخلطه دي ممكن تحطيها في اي حاجه، طعمها روعه. ممكن تحشي بيها جلاش، ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تعمل بيها اي حاجه. بس هطفي عليها وهحضر البشاميل. معايا 4 معالق كبار من الزبده او السمنه الموجوده عندك، و4 معالق كبار من الدقيق، معالق هرميه مليانه. وهبتدي اشوح الدقيق مع الزبده كويس عشان اسوي الدقيق. وهنزل عليه بلتر من اللبن. وابتدي اقلب ده كله مع بعضه كويس عشان ما يكلكعش معايا، وانزل بملح وفلفل اسود، ولو عندك جوز الطيب تمام. انا عايزه الصوص زي ما انت شايفاه كده، ولا خفيف ولا تقيل. هجيب بقى المكرونه بتاعتي انزل عليها بالخلطه بتاعت الفراخ اللي انا عملتها ونص مقدار البشاميل. هبتدي اخلط ده كله بقى مع بعضه كويس، والحركه دي هتفرق جدا في طعم الطاجن في الاخر. بيطلع صينيه مكرونه بالبشاميل حلوه جدا. انا جبت الصينيه بتاعتي حطيت فيها معلقه من صوص البشاميل من تحت، وهنزل عندي بخليط المكرونه. على فكره المكرونه ممكن تتاكل كده من غير ما تحط عليها بقى البشاميل وندخلها الفرن والكلام ده، هي طعمها حلو جدا. حطيت عليها بقى بقيه صوص البشاميل وهفرده على الوش كويس، اغطيه كويس. على فكره ممكن تعملي البشاميل نصه لبن ونصه شوربه على حسب ما انت عايزه. بس انا بغطي الصينيه كويس قوي بالبشاميل. وهبتدي احط خليط من الجبن كان موجود عندي. ما عندكيش خليط من الجبن، انا حطيت هنا موتزاريلا وجبنه رومي. هجيب بيضايه وهكسرها على الوش وهقلبها واحطها. هدخل بقى الصينيه الحلوه بتاعتي دي على فرن بتسخن على اعلى درجه حراره. هيطلع معايا الكلام ده. انا ما شغلتلهاش الشوايه ولا اي حاجه، هي على حراره الفرن. انا ملحقتش بصراحه اصور لكم اكتر من صوره واحده. هتطلع جوسي وجميله زي ما انتم شايفين.